مصر الإسلام والعرب والعروبة، مصر المشايخ والأزهر والدين والتدين. تصوروا منذ أيام قليلة أحيت حفلا حاشدا ضخما كبيرا لتامر حسني، مطرب الأجيال بل مضيع الأجيال. تصوروا حضر الحفل أكثر من 250 ألف إنسان، 250,000 بشري، 250,000 مطبل ومزمر، طبلوا وزمروا وهيصوا ورقصوا وغنوا حتى الصباح، ولم يراعوا مشاعر جيرانهم على بعد أمتار من إخوانهم في غزة. غزة الصبر والصمود، غزة الألم والوجع، وإخوانهم منذ أشهر بل منذ سنوات انقطعت أنفاسهم وبحت أصواتهم وهم يستصرخون ويستغيثون الأمة. ما عندهم كسرة خبز يأكلوها، ما عندهم قطرة مي يشربوها، ما عندهم بطانية يتغطوا فيها، ما عندهم مأوى يأويهم، ونحن نطبل ونزمر لتامر حسني. عذرا يا أطفال غزة، فخير أمة أخرجت للناس مشغولة بحفلة تامر حسني، ومشغولة هنا بحفلة عمرو دياب، ومشغولة هنا بمهرجانات التافهين والتافهات، ومشغولة هنا بكرة القدم، ومشغولة هنا بحفلة مطرب أيضا جديد تافه سخيف اسمه الشامي، أيضا يحتشد على حفلاته المسلمون بالآلاف، وتتقاتل النساء على عناقه واحتضانه وتقبيله. يا ويلنا من الله، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. شو بدنا نحكي بعد؟ خلص الحكي. والله نحن لا نسير إلى الجاهلية، بل نحن نعيش في مستنقع وقعر الجاهلية. والله أبو لهب وأبو جهل طلعوا أوادم أمامنا، لك والله يخجلون مما نصنع نحن اليوم. زحفنا إلى كل المستنقعات، لا دين لا إسلام لا مروءة لا نخوة لا شرف لا كرامة لا إنسانية. زحفنا إلى كل المستنقعات وترامينا أمام كل الساقطين والساقطات وأمام نصرة المظلومين والمقدسات. هربنا وتحججنا، شيخنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن مغلوب على أمرنا. لا، مش مغلوب على أمركم. ما تصنعونه اليوم وتهافتكم على الدنيا أثبت أنكم مش مغلوب على أمركم. لكن أنا أحببت أن أذكركم من على هذا المنبر، والله كل قطرة دم في أعناقكم، كل مسلم ظلم وجاع وتألم وتشرد والله في أعناقكم. ماذا ستجيبون الله القائل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ اشتد غضبي لمن ظلم من لا يجد ناصرا سواي.